قال ابن عثيمين: إذا دعا الداعي ربه سواء استجاب له أو لم ير استجابة فإنه يؤجر على هذا. زول مريض قال: يا رب تشفيني، لو الله شفاه بيشفيه وبيدي حسنات لأنه عبده بالدعاء، ولو ما شفاه بيدي حسنات وعبادة ما بتكلفك أي شيء. زول قام نص الليل لا دايرة وضوء، لا دايرة إلا تستقبل القبلة، وإن كان إذا استقبلت القبلة الأمر فيه يعني خير، ولا دايرة تعب، ولا دايرة مواصلات، ولا دايرة قروش، ولا دايرة بياض، ولا دايرة تدي فقيه قروش. من مكانك يا رب السماوات تتفتح، انتهى الموضوع والباب يتفتح. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه. ثلاث كلمات بس: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إنسان يدعو الله تعالى، من ما محتاج إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. شكري في نص آيات الصيام جاءت آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في نص آية الصيام. قبلية الآية القبلية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية البعدة أحل لكم ليلة الصيام. في نص آيات الصيام جاء الدعاء: إذا لم يوفقك الله لم تصم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالزول يلجأ إلى الله، يتضرع لله سبحانه وتعالى، ما تلجأ للمخلوق. ضعيف يا أخي. قبل أيام في الجريدة جايبين شيخ بتاع قادرية طريقة سرقوا عربيته ما عرفوها. انت بتجيب الغنمايه عربيه ما بتجيبها، غنمايه بتجيبها عربيه ما بتجيبها. بتاع السمانيه سافر لتايلندا ولا هولندا بلد وجايبينه في النت مستقبلينه جاي من المطار او من البلد الثاني. مشى ليه؟ لعلاج. البرعي الدنيا قايمه وقاعده. مات وين؟ في المسيد؟ مات في ساهرون مستشفى. شيوخ يمرضوا، ده لا نبز لا شتيمة. كلام ده فيه نبز؟ لا نبز لا شتيمة. الشيخ بيمرض بيودوه المستشفى، والحوار يمرض يودوه يشربوه السكن ويبخروه بالورق. ده الدين؟ انت إذا بخراتكم حياتك دي من الدين وليست من الدين في شيء، ما فعلها رسول الله. نحن أعلم بالدين من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بتنفع وبتعالج ليه بيمشوا المستشفيات؟ ليه ساوي قصيدة كاملة مصر المؤمنة ومن غير حقنة ومشرحة؟ ليه سافر مصر؟ ليه يموت بالحصوة؟ لذلك كل هذه الأمور فيها عبرة للناس لو اعتبروا. لذلك العبد يلجأ إلى الله. شيوخ ما عندهم شيء، لو عندهم شيء كان كتلونا نحن بنتكلم فيهم ليل ونهار. لو بيضروا وبينفعوا كان ضرونا نحن. ما في الزول عقيدته تكون في الله. يا جماعة زول الآن يقول للناس خلوا الأصنام، أصنام حجارة. المسلم يقول خلوا الأصنام واعبدوا الله. أنا أقول للناس خلوا الأصنام الحجارة وامسكوا في القباب. القباب شنو؟ القباب ما حجارة. أمرق أقول لهم خلوا حجارتكم دي وامسكوا في حجارتنا دي. يقول لك تحت صالح، تحت صالح. أيوه سلمنا جدلا ده صالح. قال تعالى في القرآن: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا. شوف الحكمة ذاته، الله ما قال نبيين لأنه في ناس بيعتقدوا في الصالحين، ودي من حكمة القرآن، من بلاغة القرآن، أنه ما ترك شبهة إلا وأزالها ورد عليها. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال ابن عباس: في الدين وليس في الفراش. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. نبي ما بيحمي مرت من الله تعالى. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. شكي رب العزة والجلال قال كلام واضح، قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. الناس دي ما بصدقوا القرآن. أي زول عقيدته في البشر والله ما بصدق القرآن. والله يقول القرآن ده كلام الله وأعظم كلام، ويمكن يحفظوا من الفاتحة للناس، لكن والذي رفع السماء لا يصدق كلام الله. لأنه أنت ما ممكن تقول كلام الله صدق والله يقول لك ما لا ينفعك تقول لا شيخي بينفع، ولا يضرك تقول لا شيخي بضر. انت ضد الله سبحانه وتعالى. ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر، عشان لا تعلق كمون ولا حجاب ولا ودعة ولا غيره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويا جماعة الزول لو ما عقيدته العقيدة دي
العقيدة الصحيحة ده بصوم بدعة بساي، لأنه الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.